السلام عليكم متابعينا القناة. جيت نتصفح كالعادة مواقع التواصل الاجتماعي باش نبحثوا على أشياء نقدروا نصحوا أفكارها ونحي واحد الذهنيات موجودة في العقلية الجزائرية. لقيت واحد الشخص واحد جزائري، دوك تشوفوا الفيديو هنا، دوك نشوفوا مع بعضنا. الفيديو فيه تقريبا 25 ثانية ولكن ما حملتوش وضرني قلبي بزاف لكثرة الجهل، ولا نقدر نقولوا كثرة الحسد والغيرة اللي فيه. يعني فيديو فيه شر وفيه خبث وفيه تغليط، يعني تغليط في أمور بزاف. فهذا الشاب هذا راكم تشوفوا فيه الآن، ممكن دوك نبدا الفيديو. نورمالمون يتكلم من مكان فيه محل بعض المجوهرات وحقائب، يعني شخص عنده محل. دوكا هو جزائري عايش هنا، ربما نعم هو جزائري عايش هنا ولا عايش هنا، نحترموه على كل حال، فقط باش نردوا على الشيء اللي قالوا راهي مردود عليه. تفرجوا الفيديو معايا وراح تفهموا واش كان يحضر. من هو المهاجر الغبي؟ المهاجر الغبي هو الذي يهاجر إلى أوروبا ودول العالم الأول بصفة عامة، وبعدما أن يستقر ويتحسن وضعه ويشعر بالحرية يطالب حكومات البلد الذي هرب إليه بتطبيق أفكاره الغبية التي جعلته يهرب من وطنه. كما سمعتوا هذا الشاب الجزائري اللي نحترمه بزاف ونقولوا له باللي راك غلط أمة، ولا أنت تكلمت بجهل ممكن تصرى، ولا تكلمت بحقد وكره. لذلك هنبداو بكلمة مهاجر الغبي. هو قال بلي هذا مهاجر غبي، سماه بالغبي علاش؟ لانه يروح لبلد اوروبي وبعد ما يستقر ويدير دراهم ولا يدير المستقبل تاعو ينجح يولي حر، قال لك يطالب تلك الدولة بتطبيق افكاره الغبية التي تسببت برحيله من دولته. انا مانيش عارف اسكو هذا الانسان او فاهم واش راهو يهضر، ولا ممكن هذه كلمة غباء تنطبق على نفس الشخص اللي راهو يتكلم، لانه المهاجر ليس غبي، بالعكس اي انسان يهاجر معناتها انسان ناضج فكريا، ومعناتها انسان حاب ينجح، معناتها انسان حاب يتطور، حاب يدير مستقبل مليح. اما فيما يخص انه يروح للبلد وبعد ما يلقى الحريه حب يطبق افكاره الغبيه اللي هرب، لا هو ما هربش من البلاد على جال افكاره الغبيه يا اخي. راك هنا راك الشمال منه وانت تهضر في الغرب منه. الانسان ما يهربش من البلاد باش كي يتطور به ولا كي ينجح يطبق افكار غبيه، لانه هذيك الافكار الغبيه تاعو هي اللي هربته من البلاد. لا اخي، مانيش عارف شي النيه تاعك ولا تخمامك، سقسيو المتابعين هنا بكل حيفهموها حاجه اخرى. انت كيف فهمتها هكذا مانيش عارف. كيش مشت واحد جماعه هرب من البلاد على جال افكار غبيه. أن تهرب من بلاد لأسباب أنه ما كانش عدالة، وهذه أول سبب. كي تلقى بلاد ما فيهاش عدالة الناس بكل تهاجر، لأنه فيها الحقرة، فيها الحباس، فيها يعتقلوك في أي وقت، فيها مشاكل. ثاني شيء لأنه منظومة تاعها فاشلة وديكتاتورية وفيها البيروقراطية، ما تقدرش تعيش، ما تقدرش تاكل، لازم يعني الأفكار تاعو ما عندهاش علاقة بالموضوع، لأنه هو راهو مواطن في تلك البلاد. يعني إذا كان الأفكار الغبية هذيك اللي سافر على جالها، يعني ما فهمتش. هو موش دولة، ماهوش منظومة، هو موش حزب، هو مواطن عاش في بلاد ما عطاولوش حقه، حقروه، داروا ظلم. وهذه راهي الهجرة، هذه راهي من وقت الرسول صلى الله عليه وسلم. وكي تقولوا المهاجر غبي، يعني حاشا، ما نبغيش نهضر هذا الموضوع، اقسم بالله حشمتني، ولكن لازم ننطقها. ما انت راك تسب المهاجرين والنصارى اللي ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم اللي هاجر. يعني إذا كنت المهاجرين أغبياء، الرسول صلى الله عليه وسلم ثاني راهو هاجر. يعني خمم فيها شوية. الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر، يعني هاجر لأجل أفكاره اللي أعطاها له ربي سبحانه، ونزل القرآن من فوق. في رأيك أنت يا الرسول صلى الله عليه وسلم على وهاجر؟ هاجر على جال أفكاره اللي ما قبلتهاش قريش، والأفكار اللي ما قبلتهاش قريش. يعني كيف راح المدينة طبقها ونجحت في العالم بكل. يعني نسميو هذه مهاجرين، حاشا لرسول الله أن يكون من هذا النوع. بالعكس، هو لأنه وحي يوحى. معناتها مش انا كيما ما نقدرش نعيش في بلادي لانه تحقرت وتظلمت ومن ما حبوش يديروا لي افكاري، ما عندها افكاري غبيه. وش هو المنطق كنت تهضر به الله اعلم. الشيء اللي قلقني في الموضوع هذا بلي الهجره بدات من البدايه، من وقت ادم. الهجره كاينه وموجوده في القران.
اذا كان نقدر نديرها في المونتاج نعطيكم الايه، نكوبي الاخر نعطيكم الايه تقراو بلي حتى كي شت روحك تنتظر في ذيك البلاد اهجر، ارض ربي واسعه. ما يعنيش بلي كي هاجر غبي، وما يعنيش بلي كي تفرج عليك في بلاصه اخرى معناتها لا لازم تكون اسكلافاج. المشكل فيك انت يا اخي، الله اعلم شي اللي هضرتو تطبقوا على نفسك. ممكن انت ما قدرتش تهجر، ولا ممكن انت كجزائري تحسد الناس، يعني غرت من الناس اللي راهم تغربوا ولا لاباس عليهم ويحبوا يعيشوا ويستمتعوا بالحقوق نتاعهم، لانه انت في بلادك ماكش قادر تطبق الحقوق هذه. اذا كان الانسان اللي يقدر يهضر اي حاجه، انت في بلادك ما تقدرش، فجاتك ثقيله لانه ما قدرتش تروح وغيرها. وحسب ما نشوف الله يبارك وعندك محل، ما انت راك شبعان، ما انت راك تنتقد في ناس. لو كان جيت بالك ما عندكش خدمه ولا ما عندكش محل ولا ما عندك والو ولا زوالي تشوف ربي، بالك الافكار هذو ما يكونوش عندك. لذلك أنا حبيت بالضبط رد هذا الموضوع باش نفهم الناس، المجتمع في كل مكان، في الجزائر، في المغرب، في ليبيا، تفهموا باللي دائما كاين ناس يخرجوكم افكار برك باش يوجهوكم البوصله غلطه. تقول هذو الناس موجهين سبيسيال في بعض الفيديوهات كأنهم فيديوهات مسرطنة. هذه الفيديوهات المسرطنة اللي تلقوهم في المواقع التواصل الاجتماعي الهدف منها تغليط الناس. يعني انت كي تشوف الفيديو ما تفيقش، يعني كون ما تخدمش مخك تقول صح والله مهاجر غبي يروح لبلاد اخرى ويطلب حقه. وما بالوش باللي اصلا في امريكا كي تروح انت افريكا تطلب حقك يعطيوك حقك، اطلب برك. بالعكس ما يشتيش واحد اسكلافاج، ما يشتيش واحد عبيد. لا بس حنشوف انت حسب الفكره تاعك انت، لازم هذا المهاجر الغبي اللي تقول عليه غبي لازم كي يروح اوروبا ولا امريكا، يروح لفرنسا مثلا، لازم يبقى ساكت لانه مهاجر. تسمى انت راك تشجع العنصريه، انت راك تشجع على الانسان المهاجر يروح يقفل فمه ما يهدرش، راه موش في بلاد وراه كذا، رغم انه الناس عاشت سنوات وعندها جنسيه وتدافع على البلاد هذيك، وعادي ماهوش حرام وماهوش عيب. مادام ساكن في البلاد هذيك سما تطبق القوانين تاع البلاد هذيك. حاجه ما تساعدكش ما ديرهاش، هذا ما كان. حاجه حرام ما ديرهاش، هذا ما كان. القانون تاعهم يشجع على هذا الشيء. بس انت كي تقول باللي هجر لسبب افكاره الغبيه، انا اسمح لي هنا راك دورت البوصله تاع الناس، معناتها هنا راك شوهت الموضوع متعمد، ولا انت راك جاهل هضرتها بجهل. فلازم تصح هذا الموضوع تاعك. الناس ما هجرتش على جال الافكار، الناس هجرت على جال الحقره والظلم وما قدروش يبنيوا مستقبلهم. فبالطبع الحل الوحيد في الدنيا هذه هو انك تهجر حتى بين الولايات، مش شرط تهجر البلاد. تقدر انت في ولايه ما ساعدتكش ولايتك، الاهل تاعها ما ساعدوكش، ناس عنصريين ولا ناس ماهمش ملاح ولا ناس ماهمش خدمه، تهجر ولايه اخرى ولا باس عليك. والدليل على ذلك في المجتمع تاعنا اي انسان هجر ماهوش في بلاده، بالعكس تلك الولايه تستقبل هذاك الانسان المهاجر احسن من انسان عايش ثم. وهذه حاجه معروفه من بكري، لانه احنا في الجزائر معروفين ما نحقروش البراني. يعني كي يجيك واحد براني ما نحقروش، نهزوه نعاونوه، الا حالات نادر. الناس هذوك الخاص اللي يحقروا ويسرقوا في الناس، وهذوك الناس باينين. بس المجتمع الجزائري عنده فكره ما يحقرش البراني. معناتها كون يجيك تونسي ويجيك مروكي ويجيك حتى كنتكم بيناتنا حرب ما نحقروهمش، معناتها هكذا ماشيه. فهذه الفيديوهات يا جماعه راهم فيديوهات مغلوطه وكاين منهم بزاف. تسمع بدون لا وعي، يعني عندك اللاوعي تسمع تحسب باللي صح والله المهاجر هذا غبي، تريد تقول مهاجر غبي، بعد تريد تسب المهاجر، ومن بعد تريد تسب المهاجرين، وتريد تعرف باللي في التاريخ وفي السيره النبويه باللي الرسول صلى الله عليه وسلم ثاني هاجر. معناتها انت يخليوك تقول كلمه مهاجر غبي وتبقى تنتشر حتى توصل درجه انك تولي تسب الرسول وتولي تسب الانبياء وتسب الصحابه وتسب هذوك النوع. علاش؟ لانك قلت مهاجر غبي، معناتها جمعت. لأنك تقول هجر على جال أفكار غبية، أعطيني فكرة غبية هو دارها وطلبها في فرنسا ولا طلبها في أوروبا، أعطيني دليل، أعطيني وش طلب. علاش؟ حتى لو كان تجيك أنت بيزار على ايش يطلب، لأنه أنت تربيت في بلادك، عافسين عليك العدالة، عافسين عليك الناس بك، ولا عافسين عليك كل، يعني ما تقدر تجيب حقك. والناس بك اللي عارفينها البيروقراطية كي تروح تخرج وراقي، عارفين واش صاري، عارفين احنا واش صاري. ما انت تربيت ما تهدرش، تربيت ساكت، تربيت تقفل فمك. فكي تشوف مهاجر جزائري كيما انت راح وطلب حقه، فبالطبع تجيك بيزار، لانه ما يقدرش انسان مربي على الذل انه كي يتحرر تجيه بيزار، تقول علاش حررتني اصلا، تقول انا لاباس عليا هكذا.
فهمتوني يعني كيف ابري الفكره. اي مش معناتها المشكل في الشخص اللي يهضر حقه، المشكل في الشخص اللي مازال هنا ومازال اللي يقول علاش الجزائري كي يروح لاوروبا يطلب حقه ماهوش مليح. يا اخي القانون الاوروبي والفرنسي يقول لك اروح اخويا مهاجر ولا ولد فرنسا ولا ولد الطليان اطلب حقك، اطلب انت اطلب حقك. وهاو المحامي اذا حبيت تزيد تطلب حقك وهي رايحه، هما داروها، انت واش خلقك؟ علاش؟ لانه حنا مازلنا عندنا عقليات ابن بلادنا نبغيو نعفسوه. والدليل على ذلك الشيء اللي صرا مثلا سولكين كاخر شاب، يعني كاين بزاف اطباء وعلماء راهم في اوروبا وافكارهم ناجحه وغيرها، لكن حنا نقولوا برك انسان شاب كان يغني هنا سولكين راب منا انسان تافه جدا راح اوروبا صبح عالمي. سما افكاره هي ولات غبيه ولا ولات تربح دراهم؟ دوك هنا عطينا النظريه تاعك انت كي تقول مهاجر غبي، اعطينا اسباب، اعطينا دلائل، ما تقولش هكاك برك. واش طلبوا مثلا؟ واش طلبوا هذا المهاجر غبي؟ واش طلب حتى يولي غبي؟ وكي راح ليه ودار مستقبل وتحر علاش غبي؟ يعني علاش ما يطلبش حقه؟ واش حيبقى عايش مسكين؟ لا ما فهمتش انا. لذلك فهذا الامر هذا نخليه ما بين المتابعين ان شاء الله راح يجاوبك عليهم بالضبط. انا اعطيت فكره تاع اعطيت رايي ونحترم كل انسان، لكن حذاري انا بزاف نبغي هذه المواضيع، نبغي نحذر من تشويه الكلمات. تسمع بلا ما تفيق وتهز فكره غلطه وتبقى تعيش بها غلطه، بتفيق باللي لا ما كانش منها. اخطيوكم يا جماعه من الامور اللي ممكن تسب لكم الدين، ممكن تسب لكم حوايج اللي خاطئه الطريق. المهاجر ربي حتى كاين احاديث ماشي نذكرها، يعني الهجره تخلي الانسان ناضج وفيها البركه. الهجره فيها البركه يا جماعه، ماهيش هجره غباء. الهجره عمرها لا كانت غباء، مادام اضطريت تخلي بلادك واضطريت تخلي دارك واضطريت تخلي امور بزاف في حياتك. اي ماهيش سهله يا جماعه، اي ماهيش سهله تخلي بلادك وتروح بلاد اخرى باش تعيش. ماهوش غباء هذا بالعكس، هذا انسان حاب يعيش حر وحاب يطلب حقه. اذا نلتقي ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.